السلام عليكم. الفطير بينشف وياكي وبيكلكع منك وانت بتعمليه. انت ما انتش عارفه تفرديه على ايه. انا عايزه فطيره طريه اشيلها واحطها ما تتكسرش معايا. عايزه فطيره تكون الطبقات بتاعتها منفصله عن بعضها، اشيلها كده كل طبقه لوحدها. عايزه فطيره تكون مسكره. حتى لو مش عايزه اكلها بعسل، مش عايزه اكلها بجبنه، تكون الفطيره ذات نفسها تكون مسكره. عايزه فطيره فلاحي، من الفطير الفلاحي اللي انا بشوفه، مش اللون بتاع الفران. يلا تعالي معايا في الفيديو ده، هنقول كل حاجة في الفيديو ده. يلا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 4 كوبايات مية هنزل عليهم ب5 معالق سكر. أيوة سكر. دوبي السكر بس مع المية، أو لو عندك سكر بودر حطي مع الدقيق. ونص معلقة ملح. وهبدأ اخد المية دي وانزل بيها. ده كيلو ونص دقيق، انا هعمل فطرتين اتنين صغيرين، الحجم صغير مش كبير قوي. هلم العجينة بالمية، طبعا كل دقيق بيختلف في المية بتاعته. انا هنزل بالمية واحدة واحدة. انا عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية، فيها سن التلزيق، لان الفطيرة لما بيبقى فيها سن التلزيق تبقى عجينتها حلوة ومظبوطة. واعجني بقى. بصي حطي غلك كله في قلب العجين. متضايقة من حاجة، حطي حاجة في دماغك كده واعجنش. اغطيها ترتاح شوية وبعدين اقطعها. هدهن صينية زيت علشان العجينة ما تنشفش. والزيت هحط قطعة العجين هبلها من فوق ومن تحت بالزيت. انت شايفة كده هقطعهم لكرات. انا هاخد الفطيرة هعملها 10 كرات. لو الصينية كبيرة زي اللي عندي دي هتاخد 15 كورة. اصغر من كده هتاخد 10 كرات، لكن انا هعمل في الصينية الصغيرة شوية، اعملهم 2. ديت زبدة مسيحة. الزبدة يا دوبك مفككة، انا ما سخنتهاش. لو سخنت الزبدة وسخنت معاكي هتقطع منك الفطير. ودول 4 معالق او 3 معالق قشطة، ويجي 5 6 معالق زيت كده. الزيت بيخلي الطبقات بتاعة الفطيرة مفرفرة، مش لازقة ببعضها ومكتومة. هدهن الصينية اللي انا هدخلها الفرن، اللي انا هحط فيها الفطيرة، بمعلقتين سمنة. انا طبعا قلبت السمنة على القشطة على الزيت. قلبتهم مع بعض وما يكونوش سخنين، لو سخن هيقطع معاكي العجين. نزلت بمعلقه زيت واحده على المفرش السيليكون اللي عندي، او على الرخامه، على صينيه ستانلس. الصينيه ستانلس بصراحه فردها تحفه، بس انا قلت نجرب وياكم المفرش السيليكون. هفرد من بره لجوه. العجينه معانا جميله عشان مخدومه حلو ومعجونه حلو كويس جدا اهي، ما اتقطعتش خالص. حتى لو اتقطعت منك مفيش مشكله، بس يعني ايه، على قد ما تقدري ما تقطعيش. هنشيلها بالراحه كده وهنحطها في قلب الصينيه. ومعلقتين 2 سمنه على وش الفطيره. هو معلقتين كويسين جدا، ما تزوديش عن كده. لو انتوا بتحبوا السمنه متوسطه، ولا هي زياده في السمنه ولا هي ناقصه، يبقى معلقتين كويس قوي، ما تزوديش عن كده. هفرد الرقه التانية وهحطها عليها، ولو كانت صغيره شويه هشدها على اللي تحت واظبطها كده على بعضها عشان تبقى كلها بسوا واحدة. طبعا احنا بنحط معلقة زيت واحدة تحت علشان ايه، نفرد عليها الرقع. معلقة الزيت ديت هي اللي بتخلي الطبقات تبقى سايبة من بعضها ومفرفرة. معلقة الزيت اللي احنا حطيناها على الزبدة، والزيت اللي احنا بنفرد عليه. وادي كمان واحدة هيت. هفردها برضك من جوه لبره. شايفة العجينة رقيقة وجميلة ازاي. المفرش باين تحت وجميلة اهو. وبشيلها هفردها برضك علشان تعرفي برضك ان المعلقتين السمنة او الزبدة حلوين قوي بين كل رقة ورقة كده، كويسين قوي المعلقتين كده. الفطيرة مش هتبقى معاكي دسمة قوي، هتبقى السمنة بتاعتها متوسطة حلو. وهنفضل نعمل في الرقات بتاعتها واحدة واحدة لغاية ما نخلص ال10 رقات. او لو هتعملها صينية كبيرة اعملهم 15 رقة، بيبقوا حلوين قوي. والصينيه بتبقى ملانه وحلوه، والفطيره بتبقى معاكي كبيره، لان الصينيه دي بتاخد كيلو دقيق. يعني لو عندك الصينيه بالمقاس الكبير ده، هو كيلو دقيق عليها بيبقى كويس قوي.
هنلمها كده على بعضها كده زي ما انت شايفة كده، وتعدليها اللمة التانية، والتانية الاخرى اهي انا خلصتها. شايفة ادي اللي دول اللي بقى والله وزن ربع كيلو سمنة، وثلاث معالق قشطة، وحوالي 6 7 معالق زيت اللي انا حطيتهم على على الزبدة. هو ربع كيلو اللي انا سمنة اللي انا وزناه، ودول اتبقوا منهم. وادي الفطيرة التانية هسيبهم بقى يرتاحوا مش اقل من نص ساعة، علشان الفطيرة تتفرد معاك حلو وما تلمش في الفرن. وبالراحة كده وانت بتبططيها، يعني ايه، خلي ايدك خفيفة عليها، ما تضغطيش عليها قوي، علشان الفطيرة تطلع معاكي مورقة زي ما انت شايفة كده وقب. بسم الله ما شاء الله. قبة ازاي؟ طبعا علشان طبق الفطير تفضل معاكي طرية ما تحمرهاش قوي، ولا تديها تحميرة من فوق قوي، ولا تديها تحميرة من تحت. خلي اللون بتاعها فاتح، ما تخليهوش غامق، عشان بحيث لو بقى حاجة وحبيت تسخنيها ولا حاجة تفضل معاكي طرية، ما تنشفش منك قوي، تبقى عندك المجال ان انت تسخنيها. ولما الفطيرة بتبقى مش متحمرة قوي، بتبقى طرية، بتبقى طرية ومعاكي وتاكلي من قلبها، وطعمها بيبقى حلو. بسم الله ما شاء الله. وادي العسل الاسمر، حته جبنه حادقه بقى، على شويه شطه، على شويه ليمون من من المش، او تعد الرقات بتاعتها. والله انا بعدها بالواحده 10، حاطين 10 رقات ب10 اهم، عديتهم قدامك اهم. بسم الله ما شاء الله. وطعمها مسكر وحلو، وحتى تتاكل من غير عسل، علشان السكر اللي احنا حطيناه في قلب الفطير. وبألف هنا لكل اللي اكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.